السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا وأهلنا، يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا، اللهم آمين. تعرفوا حضراتكم إن فيه مخرج عمل فيلم والفيلم ده كان سبب في وفاته؟ زي ما بقول لكم كده، المخرج ممدوح شكري. يمكن كتير من حضراتكم ما يعرفش ممدوح شكري، لكن لما هنيجي على ذكر اسم الفيلم اللي عمله وكان سبب في وفاته أو منعه كان سبب في وفاته، حضراتكم هتفتكروه. فيلم زائر الفجر، بطولة عزت العلايلي والأستاذة ماجدة الخطيب. ماجدة الخطيب هي اللي أنتجت الفيلم ده، واللي أخرجه ممدوح شكري. الفيلم ده أخرج سنة 1973، وبعد أسبوع حضراتكم من عرضه منع من العرض. أصيب المخرج ممدوح شكري بحالة نفسية سيئة، اتنقل على أسرها المستشفى وتوفى الله يرحمه عن سن صغير، يمكن ما كانش يكمل 35 سنة ويمكن أقل. لما تشوف مجهودك وتعبك، الفيلم قيم طبعا، يمنع من العرض. ممدوح شكري جاته حالة نفسية ودخل المستشفى وتوفى عن عمر 35 سنة، الله يرحمه. فيلم زائر الفجر حضراتكم طبعا هو رد اعتبار المخرج ممدوح شكري في 2014 تقريبا في احد المهرجانات وتم تكريمه. فيلم رائع. في سنة 1973 خرج للنور فيلم زائر الفجر. موضوعنا النهارده هو مش موضوعنا الفيلم النهارده، هو موضوعنا عبارة في الفيلم. الفيلم ده بعد اسبوع من عرضه اتمنع عرضه ووقف عرضه في دار السينما، لدرجة ان الفنانة ماجدة الخطيب حاولت انها تقابل الرئيس السادات عشان الفيلم يتعرض لكن لم توفق. فيلم زائر الفجر يا اخوانا من الافلام الرائعة، بيحكي قصة نادية الشريف اللي بيبدأ الفيلم على وفاتها، ووكيل النيابة حسن الوكيل اللي بيحاول يكشف غموض الحادث. احنا مع بعض هندردش ونعتبر الفيديو ده دردشه. حتى الفنانة ماجدة الخطيب أصيبت بحالة نفسية سيئة ودخلت في حالة نفسية سيئة، وكان من إنتاجها الفيلم ده. عموما حضراتكم الفيلم ده مش موضوعنا، لأن احنا لو نتناول الفيلم ده عبقري وفيلم جميل جدا، لكن موضوعنا هو عبارة اتقالت في الفيلم ده. يمكن العبارة اللي اتقالت في سنة 1973 يبان إنتاج الفيلم، الله يرحمك يا ممدوح يا شكري، تمثل حالنا دلوقتي. في عبارة اتقالت في الفيلم هي اللي اخترنا الموضوع النهاردة نقوله. في عبارة شهيرة في الفيلم بتقول إن البلد بقيت زي صفيحة الزبالة اللي ريحتها فاحت. دي أحد عبارات الفيلم، لأن الفيلم نفسه فيلم فيه إسقاطات سياسية قوية ولذلك تم منعه. الفيلم ده تسبب في وفاة مخرجه، لأن لما اتمنع من العرض وشاف حلمه ومجهوده بيضيع وبيقف، كان سبب في مرضه ووفاته. الفيلم ده فيه عبارة شهيرة بتقول لك إن البلد بقيت زي صفيحة الزبالة اللي ريحتها فاحت. دي العبارة اللي اخترناها من فيلم زائر الفجر الذي أنتج سنة 1973 من إنتاج العبقرية الفنانة الكبيرة ماجدة الخطيب وبطولة عزت العلايلي، ومن إخراج الله يرحمه ممدوح شكري. البلد بقت عاملة زي صفيحة الزبالة اللي ريحتها طلعت. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.